لا تكذب، كمل الآية. يقول لك الله عز وجل وكنا نكذب بيوم الدين. بالضبط. فلا يوجد، قلت لهم أتحداكم أن تجدوا آية في كتاب الله عز وجل لعقوبة لمسلم ترك الصلاة، لكن تجد عقوبة للسارق، للقاتل، لكذا، لأن الله يريد المسلم أن يصلي حب مو إجبار. لهذا أعظم فرية افتروا فيها على كتاب الله، أعظم فرية، وأقولها بملء الفم، أعظم فرية افتروا فيها على دين الله قولهم لمن ترك الصلاة يستتاب وإلا فيقتل. هذه أعظم فرية وأجرم فتوى موجودة في كتبنا، أن تارك الصلاة المسلم يستتاب أو يقتل. لا يوجد نص قط على أن من يترك الصلاة يقتل أبدا. فمثل هذه الفتوى لما أنت تقولهم هذه فتوى مجرم، هذه فتوى إجرام، هذه لا يصلح أن تكون من كتابنا، لأن الصلاة حب. كيف أنت يعني أنت تعلمون النفاق؟ يعني أنا هذه الفتوى، أنا ما أريد مسلم، ما أريد أصلي تكاسلا، ما أقول جحودا أو كفرا، فآتي للمسجد وأنا خاف أرتجف خوفا من القتل، فأنت علمت النفاق. فهذه أعظم جرم من الفتاوى التي موجودة في كتبنا. لكن الرجال دي ما يريدون يفكرون، خلاص ورثوها. ما حكم تارك الصلاة يستتاب ولا يقتل؟ إذن أعطيني نص من كتاب الله. القتل أعطيني نص من كتاب الله على عقوبته، لن تجد. لكن تربوا هكذا، يريدون بس يمشون في قطار ولا يخرجون عن السكة. فأي فكرة تخالف ما تربوا عليه يظنوها كفر. وأنا لا أستغرب، لأنه قبل 20 سنة كانوا يحرمون الدش والستلايت ويحرمون وكل حاجة، ما بستغرب.